أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي سنن النسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وكذلك روى الإمام النسائي وابن سعد والبزار وغيرهم بسند جيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وذكر قصة تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة، وأن سعدا رضي الله عنه حكم أن من جرت عليه المواسي أن يقتل وأن تسبى الذراري. جرت عليه المواسي لأن كان في بني قريظة لا يقتلون الصبيان، إنما يقتلون البالغين، وعلامة البلوغ إنبات الشعر اللي هو شعر العانة، فكانوا يكشفون عن شعر العانة، فإذا وجدوا الرجل أنبت يقتلونه، وإذا وجدوه لم ينبت يجعلونه في الصبيان أو في الذراري. فسعد بن معاذ رضي الله عنه حكم على بني قريظة أن من بلغ منهم وجرت عليه المواسي أنه هو يقتل وأن تسبى الذراري. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد حكم بحكم الملك أو بحكم الله من فوق 7 سماوات. وقد روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري، وحديثه في الصحيحين. ويعني هذا الحديث فيه يعني اختلاف، إنما هذا الاختلاف إن ضر إنما يضر حديث سعد بن أبي وقاص ولا يضر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأيضا في البخاري ومسلم من حديث أنس في قصة المعراج، معراج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسري به إلى بيت المقدس وبعدين عرج به إلى السماء. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطرق باب كل سماء فيقال من؟ يقال جبريل، من معك؟ يقال محمد، أذن له، نعم، مرحمة خير المجيء جاء. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يترقى من سماء إلى سماء حتى وصل إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وكان خبر بقى فرض الصلوات الذي نعرفه جميعا. فهذا أيضا من الأخبار التي تدل على هذا المعنى الذي ذكرته. وأيضا حديث سلمان الفارسي، وقد روى هذا الحديث أيضا علي بن أبي طالب وأنس وابن عمر وغيرهم من الصحابة: إن الله تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. وعشان كده السماء هي قبلة الداعين، وأن الناس جميعا فطروا على أنهم إذا أرادوا شيئا أن يرفعوا أيديهم إلى السماء.
وعندنا قصة أنس في الصحيحين. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء أعرابي فوقف على باب المسجد فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، أي من قلة الماء، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وهو على المنبر، وهذا هو الذي يسن للخطيب. الخطيب الذي يقف على المنبر إذا أراد أن يدعو رفع إصبعه السبابة إلى السماء، ولا يرفع يديه كما يفعله بعض الخطباء، يرفعون أيديهم وهم يقفون على المنابر، وهذا لا يجوز، لحديث عمارة ابن رويبة رضي الله عنه، والحديث صحيح مسلم، أنه رأى بعض الخطباء من ولاة بني أمية يرفع يديه على المنبر حال الدعاء، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما على المنبر، إنما كان يشير إشارة إلى السماء، أي يشير بأصبع السبابة. فالخطيب الذي يقف على المنبر لا يجوز أن يرفع كلتا يديه على المنبر. قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة، يعني صافية ليس فيها سحاب. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل اللهم اسقنا، تكاثر الغمام في السماء وامتلأت واسودت من كثرة من كثرة السحب. قال ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والمطر يتحدر من على لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، يعني المية للركب، نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة، وفي رواية سبتا، أي لا يرون الشمس أسبوعا كاملا، والمطر نازل كأفواه القرب. فلما كان في الجمعة التي بعدها وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء هذا الأعرابي فوقف على باب المسجد وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب والشجر، يعني ارفع المطر عن المدينة أو عن المساكن واجعله على الآكام والشجر وعلى الضراب، يعني حول المدينة. فكان حول المدينة مطر، أما على المدينة فلم يكن هناك مطر. فانظر أي إنسان بيدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان على الأرض فيرفع يديه أو كان على المنبر فيرفع إصبعه، إنما يتجه الداعون دائما إلى السماء. وهناك نصوص كثيرة مثل هذا، لكن أنا اجتزأت ببعضها. وطبعا المنصف يكفيه القليل، والمتعنت لا يكفيه الكثير، والهدى هدى الله. والكلام ده برضو كان يعني كان دارجا على ألسنة الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. وقد حرصت أيضا على أن أذكر أو أن أبحث عن بعض أقوال الصحابة